تصنيف المطور او السيجمنت بتاعه المطور. طبعا دي معلومه مهمه جدا لازم أن تكون عند حضرتك لو بتفكر في الاستثمار بشكل عام، وخصوصا ان السيجمنت بتاعه المطور سواء A بلس او A او B او C دي حاجه بتخدم استثمارك كويس جدا. فعشان كده خليني اغشش حضرتك النهارده ازاي بنفرق ما بين المطور ال A بلس وال A وال B وال C، وعاوز حضرتك تفكر معايا ايه من وجهة نظرك ممكن يكون الاساس او priority بيتقاس على اساسها ان المطور ده في سيجمنت الاي بلس او الاي او البي او السي. هل حجم العباءه الماديه مثلا؟ هل حجم المشاريع ومساحتها؟ هل مواعيد الاستلام؟ هل الافتر سيل؟ طبعا الحاجات دي كلها مهمه، وطبعا الحاجات دي كلها اسس مهمه جدا، بس مش البدايه لتقييم المطور او السيجمنت بتاعه المطور. فخلينا نفرق ان الاي بلس هو مطور عنده ستاندرد بيسلم حضرتك بيه، لا يمكن يستغنى عنه تحت اي سبب كان وتحت اي ظرف كان. وهنلاقي معظم عقود المطورين الاي بلس ومشاريع المطورين الاي بلس بنبقى عارفين من اول البورشور لحد العقد بتاع الوحده ايه هي السباكس بتاعت حضرتك اللي هتستلم بيها، سواء في نوع الفانشنج، سواء في واجهات العمارات، انواع اللاندسكيب واماكنها، شكل الخدمات بشكل عام. وبنسبه كبيره بيبقى كل المشاريع بتاعهم ثيم واحد، سواء كانت المشاريع دي هنا جوه مصر ولا بره مصر كمان. والستاندرد ده هو اللي بنفرق بيه ما بين المطور الاي بلس واي مطور تاني. فكده احنا عرفنا الشيب بتاع المطور الاي بلس اللي احنا النهارده بناخد معاه ان اول مبدأ او اول اساس هيتعامل فيه المطور ده ان يبقى عنده ستاندرد هيسلمني بيه، مش ستاندرد ما يعادله. يعني حتى في عقود كتير قوي عند مطورين ومطورين كبار بالمناسبه بيبقى انواع الفانشنج او التشطيب اللي عنده بيكتب لحضرتك نوع التشطيب وبعديه جمله كده ما يعادل. المطور الاي بلس بقى عمره ما بيحط ما يعادل. نوع التشطيب اللي بيكتب لحضرتك في العقد هو اللي بتستلم بيه، نوع الواجهات اللي بتبقى محطوطه في البورشور بتستلم بيها، اللاندسكيب كذلك. وفي حاجه مهمه، المراحل البيعيه اللي بيبيعها النهارده المطور ما بيحطهاش على الماستر بلان في وقت من الاوقات فيلل ويجي بعد كده تلاقيها ارضي و40 دور و50 دور، عملت لي مشكله في الوحده بتاعتي. كنت عامل حسابي ان انا واخد على فيو، او كنت عامل حسابي ان انا واخد احسن وحده في المشروع لانها بص على لاندسكيب بشكل معين، فكنت حاسب ان الار او اي بتاعها هيبقى بشكل معين، ببص لقيتها قدامها تاورز 30 دور زي مطور من المطورين يمكن مغير المراحل البيعيه للمشروع بتاعه اكتر من 3 مرات تقريبا. فخلينا واخدين بالنا من الحته دي كويس قوي، ان المطور الاي بلس النهارده هو مطور عنده ستاندرد بيسلمني بيه. طيب ده الشيب او شكل الاي بلس.